فاكر أول مرة سمعت عن كوريا الشمالية؟ غالبا كان خبر بيقول إن هم بيهددوا العالم وإن زعيمهم مجنون ومعاه شوية نووي. بس تخيل لو كوريا الشمالية ضربت في أمريكا بصاروخ نووي، ممكن إيه اللي يحصل؟ وإحنا كمان مش بنتكلم عن أي دولة معزولة وغامضة ومش متوقعة وعندها ترسانة ممكن تهدد أي دولة. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالى نرجع لورا شويه في اوائل التسعينات، وقت ما كانت امريكا بتتعامل مع كوريا كتهديد صغير، وكان وقتها زعيم كوريا كيم آل سونج، وراح مجمع الضباط بتوعه وسالهم سؤال: لو امريكا هجمتنا هنكسب؟ ووقتها الضباط ردوا عليه: ايوه يا زعيم احنا ما بنخسرش. فراح رد عليهم وقال لهم: طب لو خسرنا؟ وقتها الكل سكت ما عدا واحد، كيم كونغ ابنه، ورد عليه رد غريب جدا وقال له. من وقتها الجملة دي اتطبعت على يافطة ضخمة وبقت جزء من فكر الجيش. كوريا الشمالية عندهم حاجة اسمها الجيش أولا، ودي مش مجاز، دي سياسة دولة. يعتبر كل حاجة عندهم في خدمة الجيش، زي الأكل والصناعة والتعليم. ودلوقتي الزعيم كيم كونغ قرر يكمل الطريق، مش بس بيطور ترسانة نووي، لأ